السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة مش مكلفة خالص بس طعمة قوي. دي بطاطس أنا سلقتها وحطيت لها شوية ملح في مية السلق، ودي كده حطيت عليها معلقة سمن وبحط شوية لبن صغيرين قوي عشان البطاطس كده لو أنا بهرسها تتهرس معايا بسهولة. بعد ما هرستها بقى هقلي معاها بيضايتين برضو بحتة سمنة صغيرة كده، وهركن البيضايتين بقى على جنب واحط البطاطس تسخن تاني مع البيض. البطاطس المسلوقه لما بتسخن تاني بتنعم اكتر وبتبقى طعمها حلو قوي. ما تنسوش اللايك بقى، حطولي لايك. كده هقلب البيض كويس قوي مع السمن اللي انا حطيته. ممكن لو الملح بتاع البطاطس مش كتير ازود ملح وفلفل، بس انا مبحبش البطاطس عليها يعني توابل كتير. فاقلب كده البيضايتين لغايه ما يدخلوا كده يقربوا يستووا، لان لسه طبعا الطاسه سخنه. وهنزل بقى بعد كده بالبطاطس المسلوقة وهقلبهم مع بعض تقليبة حلوة كده، وبعد كده اقدمهم. واللي هحطه فوقيهم ده هيكون فلفل الوان وخضرة كده بقدونس وكزبرة. وعملت معاهم بتنجان برضو كده كان حلو قوي. وحطيت بقى على البتنجان هريسة الشطة اللي انا كنت عاملاها في الفيديو، كنت عاملة فيديو قبل كده عن هريسة الشطة. ده البطاطس كده بعد ما حطيته في طبق. البتنجان ده قطعته اتنين وقليته كده في شوية زيت. ودي الدقة بتاعة البتنجان العادية بتاعتنا خالص، توم وفلفل وليمون وخل وتوابل. ونزلت عليها برضو بمعلقة من هريسة الشطة، وأقلبهم بقى مع بعض كده تقليبة حلوة. وهقدمهم. كنت عاملة عجة معاهم مع الأكلة دي برضو، العجة برضو كنت عاملاها عندي في القناة. الأكلة دي من الحاجات اللي أنا بحبها جدا والأكلات المفضلة يعني، وبرضو مش مكلفة يعني تكلفتها حلوة مش عالية. ودي هريسة الشطة اللي في الطبق الإزاز، دي هريسة الشطة بألف هنا.